أحياناً ما ينفعش تعتذر عن وقاحتك وشجاعتك ولسانك الطويل، علشان دول هيكونوا سلاحك اللي هتربي بيه ناس كتير قوي واقحة حواليك. أخطر ابتزاز هو اللي يخليك تعيش طول عمرك خايف من الفضيحة. في ناس رزقها الوحيد في الحياة هو خوفك، كل ما يشوفك مرعوب يحس إنه قوي، يهددوك بكلمة، بسر، بصورة وقت ضعف، أو حتى بكلام يعرفوا إنك بتخاف منه. المبتز النفسي مش بيعيش على الحقيقة، هو بيتغذى على خوفك منها. عشان كده أول لحظة تقرر فيها تبطل تخاف يبدأ هو اللي يخاف. عارف ليه؟ لأن سلاحه الوحيد خلاص سقط من إيده. أحياناً إحنا بنفضل ساكتين بدافع الأدب، بدافع إننا بنحافظ على صورتنا قدام الناس، لكن للأسف مع بعض البشر المبالغة في المجاملة بتتحول لتصريح مفتوح لاستمرار الأذى. في نوعية من الناس مش بتحترم الهدوء لأنها بتعتبره ضعف، ولا بتقدر التسامح لأنها بتفسره خوف، ولا حتى بتتوقف عن الأذى إلا لو عرفت إن الطرف التاني خلاص ما بقاش فريسة. وده لا معناه ظلم ولا إساءة ولا انتقام، معناه إنك تبطل تديله امتيازات للأسف استغلها ضدك، ترد بحزم وتقول لا من غير تبرير، ولو هددك خليه يعرف إنك مش هتعيش أسير لخوف صنعه هو، لأن الحقيقة اللي بيخاف من الفضيحة هيفضل طول عمره تحت رحمة اللي بيهدده بيها. أما اللي بيواجه خوفه فهو بيسحب من إيد المبتز أقوى سلاح كان يملكه. أحياناً ما ينفعش تعتذر عن وقاحتك وشجاعتك ولسانك الطويل، علشان دول هيكونوا سلاحك اللي هتربي بيه ناس كتير قوي واقحة حواليك. اتقبل فكرة إنك تكون مش محبوب وسط ناس واقحة، لأن كده كده وانت طيب وسلبي مش هتكون محبوب. فالأحسن إنك تكون مش محبوب بس محترم وشجاع، ومحدش يقدر يواجهك بوقاحته معاك. اقبل نفسك وحبها بكل ما فيها من عيوب ومميزات، عشان أحيانا عيوبك هتنفع تكون سلاحك ضد وقاحة ناس كتير قوي حواليك. اعرف إن العفو عند المقدرة مش وانت ضعيف، واوعى تعفي عن حد أذاك وهو متعمد من غير ما يجي لحد عندك ويطلب منك العفو، عشان العفو مع الأذى هو تصريح منك بضعفك وإنك شخص مستباح.